أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في مجموعة مصادر بتتكلم عن الفنانة هند صبري، شخصية مثيرة للاهتمام بين تونس ومصر، ومؤخرا في كلام كتير عنها. هدفنا نستعرض أهم محطات الرحلة دي فنيا وشخصيا وكمان تجاريا عشان نفهم الصورة بشكل أوضح. بالظبط، هنبص على بدايتها في تونس وبعدين النقلة الكبيرة لمصر وشهرتها هناك، وجانب تاني ممكن ناس كتير ما تعرفوش وهو جانب البيزنس، وكمان طبعا الجدل الأخير اللي المصادر اتكلمت عنه وعلاقتها بالجمهور المصري. تمام، خلينا نبدأ من الأول خالص، من تونس. المعلومات اللي قدامنا بتقول إنها وحيدة أبوين معلمين، وده يمكن اللي خلاها تحب الدراسة من صغرها. بس الغريب بقى ترددها في الأول تدخل التمثيل، يعني حتى لما مخرج شافها وهو عندها 13 سنة وقال إنها موهوبة. صحيح، واضح إن الدراسة كانت هي الأولوية تماما، يعني رفضت في الأول رغم إن والدها حسب الكلام كان شايفها فرصة كويسة جدا وشجعها، بس هي كانت مركزة في المذاكرة وبس. بس سبحان الله، الصدفة لعبت دور. في مخرجة كانت بتدور على وش جديد في مدرستها. هند عملت اختبار أداء وما تقبلتش في الأول. وبعدين الممثلة اللي اختاروها اعتذرت، فالدور رجع لهند، شكلها كده بالصدفة البحتة. وده كان أول فيلم ليها ونجح في تونس. الغريبة بقى إنها رجعت تمثل تاني بعديها ب6 سنين، وفي الفيلم التاني ده خدت جايزة أفضل ممثلة صاعدة، يعني مسار فني ما كانش متخطط له أبدا في البداية. طيب مع البدايات الفنية دي، حياتها الشخصية كمان كان فيها شوية مطبات، صح؟ تماما، المصادر بتقول إن وقت الثانوية العامة حصل انفصال بين والدها ووالدتها. الموضوع ده أثر عليها جدا لدرجة إنها احتاجت تروح لطبيب نفسي وقتها، وعاشت مع والدتها. وده ممكن يفسر شوية ليه الدراسة كانت مهرب ليها؟ ممكن جدا، يعني واضح إنها غرقت نفسها في المذاكرة، جابت مجموع كبير ودخلت حقوق وكانت الأولى على دفعتها كمان، وبعدين عملت ماجستير. إنجاز أكاديمي كبير بصراحة، يوضح جانب تاني خالص من شخصيتها. بالظبط، فكرة الفنانة اللي عندها المسار الأكاديمي القوي ده في نفس الوقت دي حاجة مش بنشوفها كتير. وبعدين جت النجمة الكبيرة لمصر سنة 2001، قابلت المخرجة إيناس الدغيدي وعملت معاها مذكرات مراهقة. هل دي كانت نقطة التحول؟ أكيد، الفيلم ده عمل ضجة كبيرة وقتها، يعني هو اللي عرف الناس بيها في مصر بشكل واسع جدا وفتح لها أبواب الشهرة. والحاجة اللافتة جدا هي ازاي أتقنت اللهجة المصرية بسرعة، يعني ناس كتير في الأول افتكروها مصرية أصلا. دي قدرة على التأقلم مش سهلة. طيب حياتها الشخصية بقى بعد ما جت مصر؟ المصادر بتذكر إن كان في علاقة قبل كده مع الممثل السوري باسل خياط، استمرت 2.5 سنين تقريبا وانتهت بسبب الوصف اللي اتقال كان الغيرة. وبعدها في 2008 اتجوزت رجل الأعمال المصري أحمد الشريف. وعندها بنتين علياء وليلى. مظبوط، وهي دايما بتتكلم عن دور جوزها ووالدتها في نجاحها وقد ايه دعموها وسندوها في مسيرتها. وده يبين أهمية وجود الدعم ده في حياتها. أكيد. طيب نيجي بقى للجانب اللي ممكن يفاجئ ناس كتير، هند صبري سيدة الأعمال. المصادر بتكشف عن وش تاني خالص. دي نقطة مهمة ومثيرة. في كلام عن 3 شركات هي شريكة فيها أو بتمتلكها، شركة اسمها طيارة ودي بتاعت محتوى رقمي، وشركة سلام ميديا ودي اللي أنتجت مسلسلها المعروف البحث عن علا. وكمان خط أزياء، وبيقولوا إنه عنده أكبر مصنع في المنطقة العربية. بالظبط، وكمان في كلام إنها بتخصص جزء من أرباح الشركات دي لدعم المجتمع المدني. يعني مش بس ممثلة ناجحة، لا دي كمان سيدة أعمال ليها وزنها، لدرجة إنها شاركت في برنامج شارك تانك مصر. نقلة كبيرة بصراحة. التوسع ده بيخلي الواحد يسأل إزاي بتقدر تدير كل ده بنجاح. بس مؤخرا زي ما قلنا في الأول ظهرت توترات جديدة حواليها حسب المصادر. أيوة، المصادر بتتكلم عن متظاهرات طلعت في مصر مؤخرا بترحيلها وسحب الجنسية المصرية وشطبها من نقابة المهن التمثيلية. السبب المذكور في المصادر دي هو تأييدها لقافلة مساعدات اتقال عليها هناك إنها بتهدد أمن مصر. طبعا إحنا بننقل الوصف ده زي ما ورد بالظبط بدون أي تبني ليه. الموضوع ده كان جه معاه انتشار فيديو قديم ليها كانت بتقول فيه أنا فنانة تونسية مش مصرية. والمصادر بتقول كمان إنها بعد ردود الفعل الكبيرة دي مسحت البوستات اللي كانت كتبتها بخصوص القافلة. دي الأحداث زي ما المصادر عرضتها. يعني احنا قدام شخصية مركبة جدا،
فنانة موهوبة عندها خلفية أكاديمية قوية، سيدة أعمال ناجحة، وفي نفس الوقت شخصية عامة بتواجه دلوقتي تدقيق كبير بخصوص هويتها وانتماءاتها في ظروف حساسة. تمام، وده بيطرح سؤال مهم ممكن نفكر فيه. في الزمن ده إزاي التنقل بين هويات وطنية مختلفة والتعبير عن الرأي على السوشيال ميديا ممكن يأثر على الشخصيات العامة وعلى صورتها عند الجمهور، خصوصاً لما الأمور تتقاطع مع قضايا سياسية أو اجتماعية معقدة وحساسة. نقطة تستحق التأمل فعلاً.